الأطفال هم ملائكة الرحمة، ولا شيء أجمل من رسم الابتسامة على وجوههم، وإن فارقتهم الابتسامة لحين، طالما يد الخير ممدودة لزرع الأمل من جديد في قلوبهم الصغيرة. ففي شهر ديسمبر كانون الأول، وبدعم من فاعلي الخير ومن خلال برنامج الرحمة الذي يبث عبر أثير إذاعة بوير FM على التردد 103.5، تم تقديم المساعدة والرعاية الطبية ل4 أطفال. الطفلة فرقان الحسن البالغة من العمر 8 أشهر كانت تعاني من وجود قلة سحائية نخاعية في العمود الفقري. استكفل برنامج الرحمة بإجراء عملية جراحية لها وتقديم الأدوية العلاجية. الطفلان حسين العلي وعلي إبراهيم البالغان من العمر 2 عام كانت معاناتهما واحدة نتيجة ضمور دماغي شديد، حيث تكفل برنامج الرحمة بتقديم الأدوية اللازمة للطفلين خلال فترة العلاج ومدتها 3 أشهر. وأخيرا الطفل إبراهيم ياسر البالغ من العمر 10 سنوات كان يعاني من تأزم شديد في اللوزات ووجود ناميات في الأنف، حيث تكفل برنامج الرحمة وبدعم من أصحاب القلوب الرحيمة بإجراء عملية جراحية له باستئصال اللوزات والناميات. وهكذا اختتم عام 2017 برسم البسمة مجددا على وجوه هؤلاء الأطفال. وهذه ليست نهاية تقديم الرعاية الطبية، بل بداية عام جديد ملؤه الرحمة. وبرنامج الرحمة مستمر ما دام هناك قلوب نقية مفعمة بالخير والرحمة، هدفها خدمة الآخرين وزرع البسمة على وجوه الأطفال وإعادة الأمل لحياتهم.